دلوقتي بقى هنبدأ في الفطار. انا بحب ايه الوصفة بتاعت النهارده، احمص لها التوابل قبل ما ايه ما يعني ما اطحنها، احمصها كده شويه بتديها طعم. التوابل دي عباره عن ايه؟ جوز الطيب كسرتها نصين كده، طلعت فيها 4 فصوص حبهان ورقتين لبن، هحمصهم مع بعض ونخلطهم ونشوف هنعمل ايه النهارده. احنا طحنا التوابل اهي وبقت مطحونه خالص، ريحتها جميله. هنا بقى ده نص كيلو لحمه اديته ضربه في الكبه بحيث ان هو ايه المسام بتاعته تتفتح. هنعمل ايه زي ما هو في الكبه عشان لسه تمام. ادي بصلايه صفيناها كويس اوي من الميه، معاها قرن فلفل احمر، مش بتحبي يبقى قرن فلفل رومي. تمام. هنسيب الميه عشان هنحتاجها في حاجه تاني. هنحط بقى نص معلقه ملح عشان انا حاطه مع البصل ده ايه شويه ملح. هنحط فلفل اسود اللي هيخلي لنا بقى ايه الكفته بتاعتنا تمسك. معلقتين بقسماط، 1 2. تمام. هنديها ضربه تاني في الكفه في الكبه مع بعضين كلهم نرجع مع بعض. هنحط الاول ايه نص معلقه محترمه كده من التوابل اللي احنا طحناها، اللي هي جوز الطيب وحبهان وورق لوري. ادينا فرمه في الكبه لحد ما تتلم كل حاجه كده مع بعضيها. هنفضيها في بوله عشان نعرف ندعكها برضو شويه. زي ما انت شايفه كده اللحمه كلها دخلت في بعضها. عايزه بقى تطحني شويه يعني تقطعي شويه بقدونس براحتك، اللي انت عايزاه. مش عايزه برضو براحتك. هنديها بقى ايه دعكه حلوه كده بايدينا. عايزين ندخل كل حاجه جوه بعضها. هي الفرمه بصي دخلي كل حاجه خالص، خلت النسيج بتاع اللحمه دخل في كل التوابل. برضو احنا عايزين نتاكد. هنديها ايه فرمه كده بايدينا. هنسيبها في التلاجة شويه قبل ما ايه ما نصبعها. تمام. هي مش محتاجه اي حاجه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي بقى نصبع الكفته. هتجيبي السيخ عادي او خلط الشيش طاووق، الخشب بتاع الشيش طاووق، تبتدي تصبعي دي بقى الميه بتاعت البصل اللي احنا خرجناها. هنعمل كده عشان احنا خدنا البصل وصفيناه وقلنا الميه هنحتاجها. دي الميه بتاعته من غير اي اضافات. احنا عايزين ايه نظبط صباع الكفته كده حلو، وكل ما ترفعيه كل ما هيبقى ايه مستوي من جوه. ده يبان. هكمل وارجع لكم. احنا صبعناها كلها كده، هندخلها الفرن على درجه حراره ايه عاليه. هنعمل بقى جنب الكفته شويه رز. نحط السمنه والزيت بتاعنا. انا هعمل 2.5 كوباية رز بسمتي، هنحط عليهم 5 كوبايات ميه. هنا بقى معانا معلقتين كركم ومعلقه كاري، معلقه كبيره، وزبيب على حسب الكميه اللي انت بتحبيها. ما بتحبيش الزبيب بلاش زبيب، بس احنا بنحبه مع الرز بقى. اول ما تلاقي الزبيب كده نيفش وبقى ما فيهوش خالص كده تنزلي على طول بالرز عشان ما يتحرقش منه. هنقلبه بقى مع التوابل. احنا بس عايزين من صينيه التوابل انها ايه تنفش الزبيب وتطلع اي حاجه في ايه التوابل. وتكون طبعا حاطين الغليه ميه سخنه. نغير بقى بسم الله.
كوبايتين ونص رز بسمتي هياخد 5 ميه. حطينا الملح، حاولي تظبطي على الملح كده. الرز عملنا ازاي؟ حطينا زيت والسمنه بتاعتنا، حطينا معلقه كبيره كاري كركم، ومعلقتين كركم، ورحنا نزلنا بالزبيب يا دوبك نشف كده. الزبيب اتملى كده واتنفخ والتوابل ريحتها طلعت. نزلنا بالرز، كوبايتين ونص رز بسمتي عليهم 5 كوبايات ميه، وظبطنا الملح بتاعنا. كده احنا خلصنا الفطار. كنا في مطعم، والرز والسلطة والمخلل اللي عملناه مع بعض، واللي عايز الطحينة في البيت خام، والعيش. يلا بألف هنا.